السلام عليكم. ده سؤال جالي على جروب العيال وسنانهم. الأم بتقول ابني في جريد 2 متعاون وبيعمل صداقات. المهم هو بيحب جدا اللعب والتليفون، ومهما أعمل له اكتيفيتي وخروجات ورياضة ونادي مش عايز أبدا يسمع الكلام، ولا بيحب يذاكر ولا يحفظ قرآن مع إنه ما شاء الله ذكي. بس للأسف مضيع ذكائه في عدم الالتزام، سواء في المدرسة أو مع المحفظة. ودايما بيشتكوا منه بسبب عدم الالتزام، وبيرغي كتير مع أصحابه وبيتجاهل التيتشر. واتنقل من الفصل مرة، وأخيرا اتنقل من المدرسة بسبب شكاوي الأمهات منه، لأنه بيشغل أصحابه في الفصل. اتكلمت مع كتير أنا ووالده إنه يركز شوية مع التيتشر وما يشغلش أصحابه عن دروسهم، وكلام كتير وثواب وعقاب وتحفيز ومفيش نتيجة. والمدرسة الجديدة عملوا لي استدعاء إنه بيكذب وبيقول لأصحابه ألفاظ وبيستعمل الإيد والرجل، ما بيحترمش مدرسين وبيتكلم بتعالي معاهم وعدم احترام ليهم، وما بيعرفش يسيطر على نرفزته وعصبيته. واخر حاجة بدأ يزعق لي ويصرخ في وشي لما اتكلم معاه في اي غلط بيعمله. حاليا انا بتكلم معاه كتير، وبنعمل جدول يشترك معايا فيه اننا ندخل فيه المهام اليومية بتاعته واللعب. لا يلتزم بيه نهائي، وعاملة جدول ثواب وعقاب: لما تعمل حاجة حلوة نعمل هابي فيس، ولو عملت حاجة وحشة نعمل ساد فيس. حبيبتي، مفيش حاجة هتجيب نتيجة، مفيش حاجة هتجيب نتيجة فعليا، لأن ابنك اتداس عليه جامد. ابنك تم تجاهل احتياج من احتياجاته الأساسية، ما يقدرش يعيش من غيره. ابنك اتحول لشيطان في المدرسة، فبالتالي هو بيحاول دلوقتي يثبت لكم ان هو فعلا شيطان. يعني هو دلوقتي تم اتهامه بكل التهم الوحشة، فبالتالي خلاص هو يئس ان انتوا تصدقوه والمدرسين يصدقوه. فبالتالي خلاص، انا اخلاقي وحشة، عايزين مني ايه؟ احنا وصلنا الطفل لكده، اللي هو ايه، بيتبجح ان هو اخلاقه وحشة، اللي هو ما كانش اخلاقه وحشة اصلا. لكن انتوا اتهمتوني ان انا اخلاقي وحشة، فخلاص انا اخلاقي وحشة. انا هصدق الكلام اللي انتوا قلتوه على نفسي، وهبقى اخلاقي فعلا وحشة. تمام. الولد كان شخصية جميلة، اجتماعية، متعاون بشهادتك، بيحب صحابه جدا موت، بشكل فظيع، اجتماعي جدا، عامل شلة صحاب في المدرسة. الولد تم نقله من فصله، ادي اول كارثة، بعد عن صحابه. نمرة 2، الولد اتنقل من المدرسة خالص بوصمة عار رهيبة جدا، اللي هو انت كائن غير محترم، لا تحترم مدرسينك. هو ما كانش ساعتها غير محترم، هو كان ساعتها بيحترمهم، وكان ساعتها بيحترم أصحابه وبيحبهم موت. اللي حصل ان هو أصبح فاسد الشلة المفسد بشهادة أمهات أصحابه اللي طلبوا نقله من المدرسة. تمام. لو انتي مش حاسة ان ابنك اتهان واتغدر بيه من صحابه و... وتم اتهامه بكل التهم البشعة، وبقى في منظر نفسه كل ما يبص في المراية ان هو كائن لا يطاق، كائن غير محبوب، كائن شيطان بيعفرت اصحابه وبيفسد اصحابه، فانتي مش واخدة بالك، انتي بتصلحي في مين؟ انتي حضرتك ابنك دلوقتي متأزم نفسيا جدا. ابنك تحول، بيحاول دلوقتي يدافع عن مشاعره اللي اتهدرت، عن كرامته اللي اتذبحت. انا بكلمك بألفاظ كبيرة في دماغ الطفل. انا فتحت لك دماغ ابنك دلوقتي بوريكي جواها ايه. ابنك بقى عدائي جدا بسبب ان هو اتهم ظلما وعدوانا بان هو شخص مفسد، بيفسد اصحابه، وامهات اصحابه مش طايقينه ولا المدرسين طايقينه في المدرسة الاولانية ونقلوه. تمام. وكانت النتيجة ان هو بعد عن صحابه اللي بيحبهم جدا، فبالتالي دخل مع ولاد تانيين ما يعرفهمش اصلا، فبقى عدواني جدا معاهم. يعني هو انتوا خلعتوه من صحابه ووديتوه فين؟ انتوا وديتوه إيه؟ يعني تحت الارض؟ انتوا وديتوه الكهف؟ انا مش عارفة الولد ده عايش ازاي لغاية دلوقتي. تمام. اللي اتعمل في ابنك ده كتير 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 كتير. تمام. الولد كانت كل مشكلته ان هو بيرغي في الفصل، ان هو حابب اصحابه قوي، ان هو زهقان من المنهج، ان هو ما ينفعش معاه طريقة التدريس الحالية اللي هي كلها قرف وكلها. يعني احنا مدخلينه الجيش مثلا، يعني طفل سنه 7 سنين مدخلينه الجيش علشان المفروض انه يقعد كده صفا وانتباه
وقاعد، ولا ما تبصش لا يمين ولا شمال، بص للسبورة. الميس تتكلم تسمع. الأطفال ما يتحركوش، ما يروحوش لا يمين ولا شمال. ويقعدوا كام بقى ساعة على الحال ده حضرتك؟ أنا دخلت مدارس وقعدت فيها. تمام. ممكن على فكرة يستغنوا عن الفسحة ببساطة شديدة جدا عشان المدرسة عايزة تكمل الدرس جوه الفصل، لأن المناهج كتير وطويلة، فبالتالي بتحرم الأطفال أساسا من إنهم يتكلموا، من إنهم يروحوا فسحتهم. طلع يا واد السندوتش وكل وانت قاعد، ومفيش لعب بره. ليه يا ميس؟ علشان خاطر لازم نكمل المنهج، ما هو المنهج طويل. انت فاهمة ايه اللي بيحصل جوه المدرسة أصلا؟ اللي بيحصل هو إهدار للطفولة. ابنك عايز يعيش الطفولة، فبالتالي هو مش عارف يتكيف مع المجتمع ده، مش عارف يدرس بالطريقة دي، مش عارف يدخل الجيش. هو عاوز يعيش طفولته، عايز يكلم اصحابه. هو ايه اللي عمله في المدرسة الأولانية؟ تقدري تقولي لي ايه الجريمة البشعة اللي تخليه يسيب مدرسته، يسيب اصحابه، يتنقل من فصله؟ انه بيتكلم في الحصة. طب ما هو ده طفل، طفل مش فاهم يعني ايه احترام، مش فاهم يعني ايه حصة. تمام. وبعدين ممكن يكون بيتكلم في اخر الحصة اللي هو ايه، انا زهقت بقى، اللي هو انتوا مقعديني ساعتين في الحصة، اللي هو مفيش بريك. اللي هو المفروض ان طفل في السن ده ياخد كل ربع ساعة شرح بريك 5 دقايق، كل ربع ساعة شرح بريك 5 دقايق. هاتيلي مدرسة واحدة بتراعي قيم الطفولة وقيم التدريس الحقيقية، انها كل ربع ساعة، بلاش كل ربع ساعة، انا ببالغ يا ستي، خليها كل نص ساعة بريك. هاتيلي مدرسة واحدة ماشي فيها كل نص ساعة بريك للأطفال 5 دقايق، يتكلموا مع بعض، يتنفسوا، يروحوا الحمام، يحركوا رجليهم اللي اتجبست في الديسك بتاعهم. هاتيلي مدرسة واحدة بتعمل كده. انت ممكن ابنك اساسا يكون بيشغل اصحابه في اخر حصة في اليوم، اللي هو ايه، انا بقالي حصة ورا حصة ورا حصة ما خرجتش الفسحة، 3 حصص ورا بعض ولا 4 حصص ورا بعض، لا اتكلم ولا خرج فسحة ولا عمل حمام ولا اكل سندوتشات ولا عمل اي حاجة في دنيته، غير انه قاعد زي الصنم بيدي ودنه لواحدة مملة جدا عمالة تشرح على السبورة وتقول لهم انقلوا يا ولاد من اللي على السبورة. اديني عقلك. انتي تقدري تستحملي عيشة بالشكل ده؟ لو انتي تقدري ابنك ما يقدرش. تمام. اوكي. شوفي ابنك اتغدر بيه، ابنك كرامته اتهدرت، ابنك بعد عن اصحابه، ابنك اتذبح. انا بتكلم بمنتهى الشدة لاني شايفة قدامي ظلم وقع على طفل، وتحول بسببه الى طفل عدواني جدا. اتحول لمجرم. يعني احنا دلوقتي كان عندنا طفل عادي، شقي عادي، بيتكلم بيهرج بيضحك بيحب اصحابه، وفجأة بقى بيشاوروا عليه ويقولوا له انت المجرم، انت اللي افسدت اصحابك، انت اللي احنا مش طايقينك. امهات الولاد التانيين مش طايقينه ليه؟ مش طايقينه ليه؟ انا مش فاهمة. ده ايه ده ايه المجتمع الغريب ده؟ ده ايه قمة القسوة دي؟ طفل، امهات تانيين يطلبوا نقله من فصله ويشتكوا عند المعلمة وعند الإدارة لحد ما ينقلوه من الفصل. ده ايه التوحش ده؟ انا مش عارفة اقول ايه، والله انا مش عارفة اقول ايه، وانا مش عارفة انا برد على البوست ده ليه اصلا. انا كان المفروض امسح البوست ده عشان ما انفعلش بالطريقة دي، لان ده قمة المأساة بصراحة. انت مهما عملتي في البيت حبيبتي، ابنك بقى عدواني ضد اصحابه، مش اصحابه بقى دول، مش اصحابه معلش، اللي في المدرسه الجديده دول ولاد ما يعرفهمش اصلا، مدرسين ما يعرفهمش اصلا، وكمان واخد منهم خيانه، يعني حاسس بالخيانه، حاسس ان دول هيخونوه زي الاولانيين ما يخونوه. فبالتالي الطفل بعد ما كان، انا مش عارفه اقول ايه، والله دموعي هتنزل. الطفل بعد ما كان بيحب جدا الناس، بيحب جدا اصحابه، الولد تحول إلى إنه خايف يصاحب، خايف يتعلق بمدرس، فالمدرس يخونه زي المدرسين المدرسة اللي فاتت، اللي ممكن كان بيحب منهم واحد أو اتنين، فبالتالي خلاص طلع من المدرسة، اتخان. يعني هم غدروا بيه. خايف يحب ولد من الولاد الجديدة ويصاحبه، لحسن الأمهات تعترض ويقولوا انت بتصاحب ابننا ليه؟ اطلع بره المدرسة دي كمان. انت متخيلة ابنك وصل لفين؟
خلاص بيدافع عن مشاعره دلوقتي وبيحمي مشاعره بإن هو تحول إلى العدوانية. ليه؟ عشان ما يحبش حد تاني يغدر بيه. طيب هل هيقدر يعيش كده؟ لا، ده ضد فطرته، ده آم، آه، ضد اللي ربنا خلقه عليه، ده ضد طبيعته الشخصية اللي هو بيحب الناس وبيحب يبقى اجتماعي ومتعاون وبيحب الصحوبية. فبالتالي العدوانية كمان وصلت للبيت. ازاي يا ماما ما دفعتيش عني؟ ازاي يا بابا ما حمتنيش؟ ازاي يا بابا توحشوا عليا وانتم ما عملتوش حاجة؟ فبالتالي هو دلوقتي مكبوت وعنده أزمة نفسية عنيفة جدا. فبالتالي العدوانية كمان دخلت البيت وبقت ضدكم، لأن هو مش عارف يصرف مشاعر الغضب اللي جواه فين. ابنك عنده غضب عنيف جدا جدا على المجتمع وعلى اللي حصل له. ماشي؟ حاولي تعالجي الغضب، بدل ما انتي بتشاوري على ابنك وبتقولي ان هو مش كويس. لا، مش كويس دراسيا، مش كويس اخلاقيا. لا حضرتك، هو مش كويس اخلاقيا ولا دراسيا، لا هو كويس جدا. هو طفل اتغدر بيه، المجتمع كله غدر بيه وماما وبابا ما وقفوش جنبه. دي نظرته ليكم وللمجتمع اللي حواليه. حاولي تعالجي قبل ما تتحول لمصيبة كبرى، ان في فترة المراهقة هيبقى شخصية ضد المجتمع. يعني ايه شخصية ضد المجتمع؟ يعني مش هيهمه حد. لما هيبقى مراهق هيشرب سجاير، ممكن ياخد مخدرات، ممكن يتحول إلى العنف والعدوانية والاعتداء على الآخرين. ده المراهق. ممكن يصاحب بنات وينتقم منهم في صورة ان دول ولاد او اخوات العيال اللي غدروا بيا هم واهاليهم. فبالتالي طردوني من المدرسة، خلاص انا صاحب بنات بقى وامشي مع كل واحدة شوية. عادي، مفيش اخلاقيات، مفيش اخلاقيات. ليه؟ لان هو حاسس ان هو الاخلاقيات دي، هو حاول يتعامل باخلاقيات لكن المجتمع ما عجبوش الكلام ده. فبالتالي بيعاقبوه على ان الولد كان اجتماعي وكان بيحب اصحابه وكان بيحب مدرسينه وبيحب مدرسته. فبالتالي خلاص الاخلاق ما بقتش تنفع. فانا دلوقتي بتحول، هو كائن جميل ظريف دمه خفيف، دلوقتي قدام عيني بيتحول الى كائن ضد المجتمع وضد الاخلاق. الحقي ابنك قبل ما المصيبة ما تتفاقم. ايه الحل؟ انا معرفش ايه الحل. هي المصيبة حصلت وخلاص. هنعالج ايه حضرتك؟ هنرجعه مدرسته القديمة؟ هنقنع امهات اصحابه ان هم يسيبوا ولادهم يصاحبوه؟ قوليلي حل، انا معرفش هتحلوها ازاي. الحل في ايد الكبار. اقصى ما يمكن تعمليه مع ابنك دلوقتي تروحي لدكتور نفساني بسرعة وتلحقي وتنقذي ما يمكن انقاذه قبل ما الولد ما يتحول الى ضد المجتمع. بس هو ده اللي اقدر اقوله. قولولي بقى، للناس اللي بتسمع الشكوى دي وبتسمع الرد عليها، ابنك انهي واحد فيهم؟ ابنك غدر بصاحبه ولا اتغدر بيه في المدرسة؟ التعليم بقى غابة متوحشة. تمام؟ بتقتل مواهب الأطفال، بتقتل مشاعر الأطفال، بتقتل الأطفال اجتماعيا ونفسيا وأخلاقيا. هي دي المدارس، هي دي المدارس. خدي بالك لا تكوني بتدوسي على ولاد ناس تانيين أو ابنك بيتداس عليه في المدرسة. خدي بالك من ابنك ومن ولاد الناس التانيين كمان. لكل الناس اللي بتسمعني، مفيش داعي أبدا نطلع للمجتمع طفل آم، اتغدر بيه وبالتالي هيغدر بغيره وهيبقى ضد المجتمع. شوفي بقى ابنك مين فيهم.